حضرتك ده اللي طبخ، وده اللي كان على المفروض يغسل المواعين وما غسلهاش. تقدري تسأليه. كدابين يا استاذ، وحياة المصحف كدابين. انا اصلا مش باكل معاهم عشان اغسل المواعين. دول بيكذبوا عليكم وعايزين يلبسوني في اي مصيبه وخلاص. والله على ما كله شهيد. حضرتك ده اللي طبخ، تقدري تسأليه. حضرتك انا طبخت، ولما دخلت المطبخ لقيت المواعين كلها على الحوض. شفتها اتخضيت. تلاقي تجري في الدنيا عصار. لقيته قاعد بياكل. هو اللي كان تابع يا استاذ، عشان هو اصلا عليه يغسل المواعين. بيكذبوا عليكم وحياة المصحف الشريف يا استاذ. والله انا ما باكل معاهم، انا باكل في الشقه التانية. وهم عارفين بكده، بس هم عايزين يلبسوني في اي حوار وخلاص. هم بيكذبوا عليك يا استاذ. انا مش لاقي حد في الدنيا. حضرتك ده آخر واحد دخل المطبخ وهو اللي طابخ أصلا، وتقدري يديك الشهادة الأخيرة. حضرتك يا استاذ هو كل يوم اخش عليه الاقيه واخد عيش من الثلاجه وقاعد على جنبه بياكل الساعه 3 بالليل. الاقيه ماسك حله الفول وقاعد عليها بياكلها يا استاذ. والله العظيم بياكل معانا يا استاذه، والله العظيم هو كذاب وبيكذب كتير يا استاذه. من يوم ما جه هو بيكذب علينا يا استاذ. مش مبطل كده، وبياكل معانا بيخش في شقه تانيه يا استاذ. والله هم اللي بيكذبوا وعايزين يكسروا قلبي قدام الكاميرا. بلاش يا استاذ تصدقيهم، هم اللي بيكذبوا وانا مش باكل معاهم، انا باكل في الشقه التانية. بس مش هقول حاجه تاني.